اول شكوى وصلتنا النهارده من احمد. انت لسه زعلان مني يا قلبي؟ خلاص هنصالحكم بس اصبر شويه. انا مش عارف بصراحه احمد زعلان منها ليه رغم كل اللي عملته علشانه. انت لسه زعلان مني يا قلبي؟ ليه يا احمد تزعل مني يا احمد بعد كل اللي عملته عشانك يا احمد؟ ايه يا احمد، ما تهدى شويه يا احمد. يا احمد يعني اوعى مثلا يغرك ان هي تعرف ولاد كتير وممكن مثلا تسيبك وتروح لهم. اوعى تفتكر يا احمد ان انا ممكن اسيبك اروح للولا علي ولا الولا ابراهيم ولا الولا جمعه ولا الولا عبد الكريم ولا الولا العيال الفوف دي ولا حتى الولا محمود. شفت يا احمد، ده ما تعرفش غير يطلع 15 شاب بس. اوعى تفتكر ان هي شمال، لا اصل في مثل بيقول لك الشمال شمال حتى لو ايه، في مثل بيقول الشمال شمال حتى لو لبست اسدال، ويمين يمين حتى لو وقفت مع مين. بالظبط. واليمين يمين حتى لو مشى مع مين، يعني حتى لو مشى مع محمد وعلي ولا الولا ابراهيم ولا الولا جمعه ولا. انا عايز اقول لك يا احمد ان اوعى تفكر مثلا ان عشان ما ربنا اداها الجمال والوسامه والوجه الحسن ممكن مثلا تتخلى عنك. ومش معنى يا احمد ربنا يديني الوسامه والوجه الحسن ده انا اسيبك يا احمد واتغر عليك. لا يا احمد، لا يا احمد مش كده. بصراحه انا مش عارف بصالح احمد ولا بدبسه، بس انا عايز اقول لك يا احمد طالما كده احنا صالحناكم على بعضكم ففيه تحذير لازم تسمعه. لو شفتك عامل لايك او كومنت لاي بنات غيري في الكرة الارضية انا هعمل فيك ايه يا احمد؟ في الكرة الارضية كلها هتعمل لايك او كومنت هتزعلك، ممكن تعمل شير عادي. ايوه عشان هي ما جالتش شير. المهم يا احمد التحذير ده تحذير اخير. لا هعمل معاك غلط، هعمل معاك غلط جامد يا احمد. هتعمل معاك الغلط يعني اجيبها لك ازاي يا احمد؟ طب اقسم بالله. اقسم بالله يا احمد لا هعلم عليك. عايزه تقولي حاجه تاني؟ مع السلامة. مع السلامه يا احمد، وان شاء الله هنبقى نيجي نزورك في جسم العظام. المتجوز في الزمن ده عامل شبه سيخ الشاورما، وشه للنار وظهره للسكينة ولابس خازوق وقاعد يلف حوالين نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مستر سيد. أتمنى يا جماعة كده قبل ما نبدأ الفيديو إنكم تحطوا اللايك، والناس اللي بتنسى اللايك بفكرها هم الأول علشان تحطوا اللايك. المهم حلقة النهاردة البنطلون والطرحة، في علاقة طبعا بين البنطلون والطرحة. البنطلون الجينز مرزوق، ايه ده يا مرزوق؟ مزنوق في البنطلون يا وهيبة. مرزوق، إيه وهيبة؟ يا وهيبة ما تلبسي بنطلون واسع يا وهيبة، خليه جينز كده يعني عليه القيمة. ايه يا مرزوق؟ شوفي لي جنس يكون عليه القيمة. الله يرحم الفنان أحمد زكي. المهم طبعا يا جماعة البنطلون اللي عليه القيمة هو ده. والقطة بتنونو. ده بقى البنطلون اللي عليه القيمة اللي هو البنطلون المرحرح، يعني تهز كده يمين يمشي معاكي، تهز شمال يمشي معاكي، مرحرح على الآخر. ويا سلام بقى لما تلبس البنطلون ده وانت تكوني كيرفي، يبقى زي كده بالظبط، تبقى صاروخ. ايوه انا صاروخ والكل يدخ لما بفوت كده وسطيهم. ايه دي عوضين، متأكد ان دي صاروخ مش دبابة يعني؟ انا اسف يا انس، انا اسف، بس على فكرة يا جماعة في بنات كتير هتغير منها ومتغاظة عشان هي غيظاهم. انا عارفه ان انا غيظاك. طبعا غيظاهم يا جماعة بجمالها وبعودها الرشيق. وطبعا يا جماعة عشان انت تكوني متدربة على الرقص بالبنطلون، يعني ما بتجيش من يوم وليلة، لا ده انت المفروض تكوني بتتدربي من اول وانت صغيرة في اولى اعدادي زي كده بالظبط. اتفضل. ده مش لا خوخ. طب ما اديتنيش موز ليه؟ نازله من البوكس دلوقتي. هو ده التعليم الصح بالظبط، هو ده علمها التعليم الصح، وبعد كده مستقبلها في الكباريه على طول. مش عارف هي الرجوله فين. احب ارد على الكومنت ده واقول له
الرجولة في ازازة الكاكولا، اصحى للكلام. الرجولة في الكاكولا، عشان كده زمان في الإعلان كان يقول استرجل واشرب بريل. السؤال هنا يا جماعة، إيه هو العلاقة بين البنطلون والطرحة؟ إيه؟ في ناس لسه محطتش لايك؟ إيه يا جماعة؟ يعني أنا عمال أشرح في محاضرة مهمة زي كده العلاقة بين البنطلون والطرحة وأنتوا محطتوش لايك؟ لا بصراحة كده أنا هيجيني ملل. عندي ملل، انا عندي ملل، انا عندي ملينا من قلة اللايك. نرجع للسؤال بتاعنا. العلاقة بين البنطلون والطرحة بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضحه. لا لا لا، يعني قصدي علاقة عكسية، كل ما البنطلون يبقى مزنوق يا وهيبة يبقى الطرحة تفك، زي كده بالظبط. بس لا، لو سمحتي طالما انت بترقصي بمنتهى الحشمة كده يبقى ما تخليش رقبتك تبان، لو الطرحة اتفكت اربطيها. ايوه كده، انا ما اسمحش ان الطرحة تتفك، كده غلط، عيب. زي صاحبتك اللي بترقص قدامك بالظبط، رابطه الطرحة كويس، شادة البنطلون كويس، مفيش اي حاجة متحركة فيها. لا ده متكهربة دي. ايوه متكهربة على الحال ده. المهم طبعا يا جماعة، عشان البنطلون يبقى مزنوق والطرحة تبقى مظبوطة لازم برضو تربط الطرحة ربطة كويسة، حتى لو لابساها على عباية زي كده. المشكلة تيجي بنت من البنات دول ويقول لك البنات ألطف الكائنات. هم ما دريانينش ان سعاد حسني ما كانتش بتتكلم عنهم، ده كانت بتتكلم عن الاجيال القديمه مش دول. اوريكم ازاي البنات الطف الكائنات، لان بصراحه كميه الانوثه اللي في الفيديو ده انتوا هتحكموا بنفسكم. طبعا يا جماعه في نهايه الفيديو انا كنت عامل فيديو كده على السريع وانا جاي من الغيط، يعني حتى انا ما ظهرتش فيه، فقلت لكم ان المكان ده كان مقتول فيه واحد، وهو مقتول فيه واحد فعلا. فلقيت عدد كبير حتى على الفيس قالوا لي صور لنا وانت ماشي في الليل في المكان اللي مقتول فيه واحد ده، طالما بتقول ان في عفاريت بتظهر. انا اقرب فيديو بعون الله باذن الله هصوره لكم بالليل الساعه حوالي 10 بالليل او 11 بالليل، والطريق طبعا مقطوع، وهعدي جنب الماتور اللي هو مقتول فيه واحد ده عشان اثبت لكم والله اعلم. بس كل الناس اللي بتحكي بتقول في عفريت بيطلع بالليل، بيشوفوا قطه معديه، بيشوفوا خيال معدي كده. هصور لكم الفيديو ده وربنا يستر قريب جدا هتشوفوا الفيديو كامل، وتحدي ان انا ازاي اقدر اعدي في الطريق المقطوعه دي في الليل. وهفكركم بالفيديو اللي زعته قبل كده، واستنوني ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس، وكنتم مع مستر سيد. الليل اهو ادي المكان ده يا جماعه، هو المكان ده، المكان ده مفيش حد بيقدر يعدي بالليل، بس انا هعدي لكم في مره كده بالليل، هعدي لكم في المكان ده و هصور لكم لو طلعت حاجه ليا هبقى اقول لكم هتشوفوا يعني. المهم ادي المنظر ده من اول الموز هنا لحد الاخر ده على الناحيه اليمين ده يعتبر غيط نحله على اخر الشارع اللي هناك ده اهو يا سالي اهو. دي ملوخيه، في ملوخيه هنا وده موز، وفي هنا باميه، وهنا قصب لحد اخر الغيط. بصوا بعد العيال هناك خالص ده يعتبر اخر حدود بتاع الغيط اللي هو الغيط الشرقي. احنا طبعا كنا في الغيط الغربي بس بنعدي من الطريق ده عشان ايه مختصره بس يا سيف، عشان ايه عشان طريق مختصره. هنزل لكم الفيديو ده على اليوتيوب، ولو عجبكم
هبقى اصور لكم بالليل واحنا معديين من الطريق دي ونشوف ايه اللي يحصل. ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع